السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. انا سامح عرفه، وفي الفيديو ده هنتكلم عن البرامج اللي احنا بنستخدمها في الرسم الديجيتال. نبدا بالبرنامج التنين، نبدا بالبرنامج الشهير الفوتوشوب. الفوتوشوب هو البرنامج رقم واحد طبعا اللي الناس بتستخدمه في الاندستري بتاعتنا، عشان هم الناس اتفقت ان ده برنامج جامد فبقى جامد، مع ان في برامج تانية كتير بتدي اوبشنات اكتر، ويمكن في برامج احسن من الفوتوشوب في الرسم. بس ما اعرفش ليه الناس اتفقت ان الفوتوشوب جامد. انا شخصيا بستخدم الفوتوشوب عشان مش بتاع وجع دماغ، يعني الناس اتفقت ان هو جامد فانا بستخدمه. مع ان في برنامج مثلا زي كريتا، البرنامج دوت فيه كل الفيتشرز اللي موجوده في الفوتوشوب، اللي هي التولز اللي احنا بنستخدمها، واللايرز وكل الحاجات اللي انا هشرحها في الفيديوهات اللي جايه دي كلها موجوده. بلس الويندو دي اسمها تايم لاين، فيها اوبشن التحريك، ده مش اوبشن موجود في الفوتوشوب، مش شبه ده خالص. انا كنت عامل الرسمه ديت وحركتها على برنامج كريتا، وبالمناسبه هو برنامج مجاني. الفوتوشوب المفروض ان هو برنامج بفلوس، بتدفع له ايجار شهري او سنوي، بس كل الناس سارقينه وكل الناس مكركينه، وده مش صح. لان البرنامج دوت فيه ناس تعبت فيه ونزلته بفلوس، فاحنا سرقناه وجرينا. ده مش صح. من ناحيه ان انت لو شغال في المجال دوت وبتكسب منه فلوس، فانت حاول ايه، قاطب مطعمك. يعني انت ديت حاجه هتدخل فلوس لبيتك منها، فما ينفعش تبقى سارقها. فبرنامج كريتا دوت مجاني. وفي برنامج كمان اسمه كليب بينت ستوديو، ده لطيف جدا، بتشتريه مره وبيبقى معاك طول العمر. الميزه ان هو بينزل على الكمبيوتر والتابلت والايباد لو عندك. عظيم برضو، الناس كلها بتشكر فيه، وفي شبه اجماع ان هو احسن من الفوتوشوب من كل الناس اللي جربوه. واخيرا برنامج رقم 4 اسمه برو كرييت، دوت برنامج رائع جدا 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 الصراحه. بينزل على الايباد، بينزل على حاجات الابل. آه عظيم، بيحرك تحريك بسيط، وفي انفينيت زوم، ان انت بتزوم الى ما لا نهايه. في برشات كتير جميله، في الشورت كاتس بتاعت الايدين روشه قوي، تكه بتعمل بصباعين كده بصباعين كده، تفضل متك تختار اللون اللي انت عايزه. في اختصارات كده بالايد روشه قوي الصراحه. بس ستيل برضو مش البرنامج يعني ال 100%. فدولت الاربع برامج بتوعنا: فوتوشوب، كريتا، كليب بينت ستوديو، وبروكرييت. بروكرييت هو الفوتوشوب بالظبط تقريبا، اماكن الزراير مختلفه. بس احنا خلال الكورس ان شاء الله هنتكلم عن الفوتوشوب. هبقى برسم ببرنامج الفوتوشوب عشان هو اللي الناس كلها تعرفه. والفيديو اللي جاي هنتكلم عن ازاي تسطب التابلت وتخليه في احسن حالاته واسرع حالاته، واشوفكم الفيديو الجاي.